السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة جديدة من كبسولة وعي. ومحاضرتنا النهاردة بعنوان الخوف مش عدوك. كلنا بنحس بالخوف من وقت للتاني في مواقف معينة. في مننا اللي بيكون خايف علشان هو مش بيحب يواجه أو مش بيعرف يواجه، وفي اللي بيكون فعلا في حاجة أو سبب بيخليه يكون خايف طول الوقت. كلنا بنحس بالخوف لكن بطريقة مختلفة وفي أوقات مختلفة. الخوف مش معناه إن إحنا شخصيتنا ضعيفة، أو إن إحنا مش بنقدر ندافع عن نفسنا أو عن أفكارنا أو عن أي حاجة بنواجهها في حياتنا. بالعكس، هو إحساس طبيعي، طبيعي جدا، وبيحمينا في أوقات كتير قوي. أوقات لما بنكون مش خايفين ممكن نوقع نفسنا في مشاكل كبيرة، لكن الخوف بيحمينا إن إحنا نفكر في الحاجة قبل ما نعملها، ما ناخدش قرارات سريعة أو متهورة. بيخلينا دايما حاطين حدود لحياتنا، ومش بنمشي ورا أي حاجة بتحصل وخلاص. بيبقى في حد للنهاية مهما كنا بنعمل. من غير خوف هيبقى في حد في النهاية هيوقفنا ويقول لنا لا ستوب، ما ينفعش نعمل الحاجة دي بسبب حاجة بتخوفنا. الحاجة دي طبعا بتحمينا. في محاضرة النهاردة هنعرف ازاي نخلي خوفنا أداة تساعدنا بدل ما توقفنا وتعرقلنا. هنحول الخوف والرهبة والإحساس اللي احنا بنحسه ده لحاجة بتخليني أتطور وتساعدني، وأقدر فعلا أحلل الموقف وأعرف ازاي خوفي بيحميني وازاي خوفي بيعرقلني. أول حاجة هنعرفها في محاضرة النهاردة هو ليه الخوف أصلا موجود. الخوف ده بيظهر لما احنا بنحس بالخطر من جوانا. اوقات في ناس بتكون عارفة ان هي خايفة، وناس تانية بتكون خايفة وهي اصلا مش عارفة ده. هي حاسة باحساس لكن مش عارفة تحدد الاحساس ده هو خوف ولا مش عايزين يكملوا او فقدان طاقة او شغف، مش بيكونوا عارفين يميزوا ده. لكن لو احنا عرفنا ليه الخوف بيظهر هنعرف نحدد وقتها مشاعرنا دي مشاعر خوف ولا حاجة تانية. أي إنسان مننا بيخاف بسبب حاجتين: إن هو بيكون هيواجه خطر فبيبقى خايف منه، أو إن هو هيواجه حاجة مجهولة ومش عارف إيه اللي هيحصل له فبيكون قلقان أو خايف شوية. مش شرط بس نخاف لما تكون الحاجة دي حاجة غلط أو حاجة صعبة، لأ. مجرد إن شخص هيسافر يشتغل في بلد تانية بيبقى خايف، بل في ناس بتبقى مرعوبة. مش علشان هم مش واثقين في نفسهم ومش عارفين يتعاملوا في البلد التانية، لأ. هم عارفين هيتعاملوا إزاي وواثقين من نفسهم ويقدروا يواجهوا أي حاجة هتحصل ليهم. لكن في نفس الوقت مش متوقعين ايه اللي ممكن يحصل هناك، مش عارفين الناس هتتعامل معاهم ازاي هناك، البلد اللي رايحينها دي التعامل فيها ازاي. مهما عملوا سيرش او سالوا ناس راحت قبلهم برضه هيكون لسه عندهم جزء من الرهبة باتجاه الموقف. ممكن اللي راح قبلهم الناس عملته كويس لكن هو يعملوه وحش، فبيفضل في الخوف ده أو في الدايرة دي مدة كبيرة قوي لحد ما بيقدر إن هو يتخلص من الخوف ده. فهو عبارة عن حماية طبيعية ساعات بتكبر جوانا بلا سبب، وساعات طبعا وجودها بيكون ليه سبب قوي جدا. تاني حاجة هنتعرف عليها هي أنواع الخوف. عندنا 3 أنواع للخوف أساسيين. أول نوع معايا هو الخوف من الفشل. أنا خايف أفشل، خايف أدخل مشروع معين وما ينجحش، خايف أجيب درجات مش كويسة، خايف أشيل المادة الفلانية. فأنا بالتالي بفضل خايف إن أنا أفشل، خايف نظرة الناس ليا كشخص ناجح، شخص متطور، تتغير. أبقى من شخص متطور وناجح وفي أمل كبير عليا لشخص فاشل. خايف أقدم مشروع معين أو شغل معين لحد ويطلع مش كويس ما يعجبهوش، فبالتالي إيه أنا بيندرج حواليا الفشل. أنا كده شخص فاشل. طبعا حاجة زي دي أنا المفروض إن أنا ما بفكرش فيها. ليه؟ لأن أنا بعمل اللي عليا. أنا بذاكر وبجتهد بعمل اللي عليا. طب سقطت، الحاجة دي مش بتاعتي. أنا ذاكرت واجتهدت، لكن أنا لو لعبت من الأول فطبيعي إن أنا خايفة أفشل، لأن أنا أصلا ما ذاكرتش، أنا ما بذلتش مجهود، ما ساعدتش. مثلا قدمت على حاجة معينة أو شغل معين أو حد عمل لي اختبار وفشلت فيه. لو أنا فعلا حاولت وسعيت إن أنا أفوز وأنجح أنا خلاص إيه يعني فشلت؟ مش آخر محاولة ليا، حاول تاني، حاول مرة واتنين وألف. لو فضلت أفشل في كل المرات يبقى ده مش طريقي. ده حاجة كده ما ينفعش امشي في الطريق ده. انا المفروض ادور على الحاجة اللي شبهي اللي انا فعلا هقدر انجح فيها. طيب انا ما ساعدتش من البداية اصلا، ما حاولتش وما اجتهدتش، فانا فعلا كده انا بطبق، انا اللي حكمت على نفسي بالفشل. انا بطبق فعلا على نفسي الفشل، لان انا ما دام سعيت وحاولت وعملت اللي عليا وبذلت مجهود حتى لو كان صغير، انا بذلت مجهود على قد طاقتي، على قد قدرتي، فتمام انا كده مش شخص فاشل لاني حاولت. المحاولة مش معناها ان انا فشلت، مش معنى ان انا حاولت والمحاولة بتاعتي ما نجحتش ان انا بقيت شخص فاشل. لا، هي المحاولة هي اللي فاشلة، لكن انا كشخص او ذاتيا انا مش فاشل.
تاني نوع من الخوف معايا هو الخوف من رفض الناس. انا خايف طول الوقت ان الناس ترفضني، ان هما ما يحبونيش، ان انا احب ابقى من وسط المجموعه دي من الصحاب وما يقبلونيش وسطهم. او ان انا ما اكونش محبوب من صحابي، ما اكونش محبوب من اهلي. اعمل حاجه والناس تنتقدني، انا طول الوقت بفكر الناس هتشوفني ازاي، نظرتهم ليا هتكون ازاي. بشوف فلان لو شافني بصوتي عالي هيفكر فيا ازاي، هيفتكر ان انا شخص متسلط، وان انا صوتي عالي، وان انا شخص عصبي، ولا هيفكر فيا ازاي. طب هل هيحبوني؟ انا رايح مكان جديد لاول مره، هل هقدر اتعرف على ناس واكون صداقات؟ طب لو قدرت اعمل كده هيكونوا معايا مجامله ولا هيكونوا بيحبوني؟ انا طول الوقت بفكر في نظرة الناس ليا، حكمهم عليا، هم عايزين ايه، مش انا عايز ايه، مش انا اقدر اعمل ايه. طب ما انا ممكن اكون وسط مجموعة شايف ان هم ما بيحبونيش، ما بيعاملونيش كويس، بس مش عشان مشكلة فيا، مش عشان انا اللي غلطان، مش عشان انا ما بقدمش حاجة، لا، علشان العيب فيهم هم. هم اللي عايزين يكونوا مسيطرين، مش حابين ان هم يكونوا بيتعاملوا بالمشاركه، او يتعاملوا بالمحبه. لا، هم يا اما هتمشي معانا وتسمع كلامنا، يا اما احنا ما بنحبكش، انت ليه عامل كده؟ ويفضلوا ينتقدوا فيا لدرجه ان انا ايه، ثقتي في نفسي تتهز، ببقى فاكر ان انا سبب المشكله، ان انا شخصيه توكسيك بمعنى اصح، ان انا اللي لازم امشي وراهم، انا اللي لسه داخل وسطهم، ما ينفعش اغيرهم. انا مش عايزه اغيرهم، بس انا عايزهم يتقبلوني زي ما انا عايزهم يتقبلوا رايي، يتقبلوا مشاركتي ليهم، يتقبلوا وجودي معاهم. لكن انا لو فضلت افكر في نظره الناس ليا وحكمهم عليا طول الوقت، انا هبقى عايش مقيد تحت اراء الناس فقط. لو انتقدوني انا ابقى خايف جدا، مش عايز حد ينتقدني. الناس هم اللي متحكمين ومسيطرين على حياتي بشكل كامل، في قراراتي، في لبسي، في شكلي، في هيئتي، في مذاكرتي، في نجاحي، في انجازاتي، كله متوقف على الناس. لو ما لقيتش دعم من الناس انا كده شخص فاشل، انا كده ما قدرتش احقق حاجه، الناس ما سقفتليش، الناس ما دعمتنيش. لكن لو انا باصص لنفسي، واثق في نفسي، وعارف قدراتي، وعارف مكانتي ومقداري قد ايه، هيبقى دعم الناس فارق لي، ايوه. لكن لو مش موجود او دعم الناس ما بقاش في حياتي، مش هتأثر. انا عارف قدر نفسي، عارف ان انا تعبت واجتهدت وبذلت مجهود وعملت اللي عليا، فانا مش خايف من نقدكم ليا. بالعكس، انتوا انتقادكم ليا هيحفزني ان انا احسن من نفسي. مش معنى ان انتوا انتقدتوني ان انا كده فيا عيب، لا، انا مش فيا عيب، انا بس عندي مشكله صغيره محتاجه ان هي تتعالج، مش اكتر. فانا ما ينفعش اخاف طول الوقت من الناس او من حكمهم عليا او ان هم يرفضوني. ثالث نوع معايا هو الخوف من المستقبل او المجهول. انا مش عارف ايه اللي هيحصل لي بكره، لان دي حاجه في علم الغيب. هل حد فينا عارف ايه هيحصل له بعد دقيقه بس، بعد ساعه؟ هو ممكن يكون متوقع ايه اللي هيحصل له بعد ساعه. ليه؟ لان هو مثلا عارف ان هينزل يروح التمرين، عارف ان هينزل يروح الدرس. طب ممكن يحصل له حاجه وما يقدرش يروح، هو متوقع في ترتيبه ان هو هيعمل واحد اتنين تلاته. هل الترتيب ده ممكن يمشي زي ما هو؟ لا، لانه ممكن فجاه تحصل له حاجه تبوظ كل مخططاته. دي حاجه في علم الغيب هو مش عارفها. لكن انا لو عندي توقع بنسبه 50% للي انا هعمله بعد ساعه لو ما حصليش حاجه، فانا مستحيل يكون عندي توقع للي انا هعمله بعد 5 سنين مثلا او بعد 10 سنين. ليه؟ لان دي حاجه غيبيه. وعلشان هي حاجه غيبيه بنبقى طول الوقت خايفين منها، خايفين من بكره هنعمل ايه، يا ترى هنعيش ازاي، الاسعار بتغلى، الحياه بقت صعبه، انا مش هقدر انجح في حاجه، انا مش لاقي شغل. بنقعد نفكر في كل حاجه في حياتنا، حتى لو احنا اصلا كنا لسه مراحل الشغل ومراحل الحياه دي لسه بعيده قوي عننا، وان احنا لسه في سن مش جاهزين ان احنا نخوض تجربه زي دي، بس احنا بنفكر فيها من واحنا صغيرين. اللي هو يا ترى انا لما اكبر هكون شخص فعلا مسؤول، هقدر اتحمل مسؤوليه لما اكبر. انا ممكن في الوقت ده ابقى عندي 15 سنه، ايوه انا شخص كبير، بس ما كبرتش كفايه ان انا ايه ادخل في مراحل الكبار بمعنى صح، او حياه الكبار، وابقى عندي انا اللي متحمل المسؤوليه، وانا اللي المفروض اشوف واواجه لوحدي المشاكل. لا، انا وانا لسه في السن ده انا في ناس بتساعدني، في حد ممكن اروح له واقول له ان انا واقع في مشكله فيحلها لي. لكن انا لو كبرت شويه هبقى انا اللي بساعد نفسي، وانا اللي بحل المشكله بنفسي، حتى لو كان في حد معايا بيساعدني، بس الاساس ان انا بساعد نفسي. انا ببقى طول الوقت خايف من المستقبل، خايف من ان انا اواجه حاجه انا مش مرتب لها او متوقعها اساسا، حاجه تحصل كده فجاه تبقى مجهوله بالنسبه لي، فدي حاجه احنا بنخاف منها. هل الخوف ده مثلا في مشكله؟ لا، هو حاجه طبيعيه كل الناس في كل العالم بيمروا بيها. طبيعي انا مش عارف ايه اللي هيحصل لي بكره فبقى متخوف منه شويه، لكن مش معنى كده ان انا اوقف حياتي على الخوف ده. طب انا لو وقفت حياتي ايه اللي هيحصل؟ هبقى بدمر كل حاجه. انا خايف من بكره فبدمر النهارده. المفروض ان انا اعيش اللحظه اللي انا فيها، على الاقل لو خفت من حاجه اخاف على قدر معين.
أنا خايف من اللي هيحصل بكرة بالمعنى الحرفي، مش بكرة يعني في المستقبل، إحنا بنقول كلمة بكرة بنبقى قاصدين بيها المستقبل، يعني بعد سنتين 3 مثلًا، لكن لأ، أنا خايف من بكرة اللي هو بكرة فعلًا، خايف من الأسبوع ده، مش عارف إيه اللي ممكن يحصل لي فيه، خايف خططي تبوظ، لكن أنا ما أروحش أقول أنا خايف من اللي هيحصل لي بعد 10 سنين. طب ما ممكن خوفك ده يكون على الفاضي، يكون بلا هدف، ما يكونش هيحصل لك أصلًا حاجة وحشة بعد 5 سنين، دي حياتك هتتضبط، حياتك هتبقى أحسن، هتبقى كويسة، هتقدر تنجح وتحقق إنجازات. فأنا لازم أخاف عادي، لكن أحط حدود للخوف ده، لو لقيته بيعرقل حياتي وبيوقّفني وبيدمرني ومخلّيني مش عارف أركّز في الوقت الحالي وفي الحاضر، مش عارف أنجح دلوقتي علشان أنا خايف من بكرة نجاحي ده يبقى على الأرض، لأ، أنا كده في مشكلة بتواجهني، هي إن أنا خوفي بقى زاد عن حدّه لدرجة إن هو بيعرقلني وبيدمر لي الوقت الحالي، فأنا لازم أعالج المشكلة دي. لكن لو الخوف الطبيعي اللي هو أنا متخوّف شوية من المستقبل، لكن أنا هاسيبه ومتوكّل على ربنا وواثق فيه، أنا هاعمل اللي عليَّ وهاسعى واثق إن ربنا مش هيضيّعني، فأنا بالتالي تمام، أنا خوفي ده طبيعي، لكن لمّا ألاقي الخوف بيدمّرني ويبدأ إن هو يتحكّم ويسيطر يتحكّم فيّا ويسيطر عليَّ، فلأ، أنا بابدأ إيه، أعمل stop، لازم أحل المشكلة، أنا كده باواجه مشكلة، الخوف بيدمّر لي حياتي، فأنا لازم أحل المشكلة دي. طيب إزاي أخلّي الخوف أداة للتطوير والنمو؟ إزاي أحوّل خوفي بدل ما هو بيدمّرني، لأ، أنا هاخلّيه ينمّيني، هاخلّيه هو اللي يساعدني، الخوف مسيطر عليَّ، أنا اللي هاسيطر عليه، بدل ما أنت مسيطر عليَّ بتدمّر لي حياتي، أنا هاسيطر عليك وهادمّرك وهاخلّيك بدل ما بتدمّر حياتي أنت سبب لإيه، لتطويرها ونموها. أول حاجة تساعدني إن أنا أعمل كده هي إن أنا أعترف بخوفي فعلًا. ما اقعدش أخبّيه واحاول إن أنا أداريه عن كل الناس اللي حواليّا، وأنا مثلًا باشارك حد من صحابي إحساسي أو شعوري فيقول لي: "أنت خايف." لأ، أنا ما باخافش، أنا مستحيل أكون خايف، باقعد إن أنا أخبّي الخوف اللي أنا حاسّه، وأخبّي المشاعر دي وأداري عليها علشان أنا فاكر إن هي ضعف، لو أنا قُلت لحد إن أنا باخاف من حاجة، أنا كده شخص ضعيف، شخصيتي هتبقى ضعيفة. يعني إيه باخاف؟ بالذات لو الناس اللي أنا مش عايزة أبيّن ليهم خوفي دول ناس أنا ما ينفعش يشوفوني خايف، زي مثلًا ولادي أو صحابي المقرّبين اللي هم بالنسبة لهم وجودي في حياتهم أو رأيي مهم، فإزاي يشوفوني خايف؟ لمّا أنا باخاف من حياتي، إزاي هيعتمدوا عليَّ إن أنا أقول لهم حلول لمشاكلهم؟ لو أنا مثلًا باتعامل مع أطفال زي مُدرِّس أو كده، إزاي الطلبة بتوعي يشوفوني خايف؟ طب ما هم بالنسبة لهم أنا قدوة، بالنسبة لهم أنا حد مؤثِّر، حد بيتعلموا منّي، فلمّا يشوفوا الحد اللي بيتعلموا منّه ده خايف، هم هيبقوا هيعملوا إيه في حياتهم، أو هيتوقعوا إيه، هيشوفوني إزاي؟ فأنا بابدأ إيه، أخبّي الخوف ده وأداريه. أنا متفقة مع إن إحنا عادي نخبّي خوفنا شوية عن ناس معيّنة زي ولادنا عشان ما يتأثّروش بالخوف ده، علشان ما يبقاش شخصيتهم ضعيفة وما بيعرفوش يواجهوا نَفْسهم وعندهم جُبن أو بيخافوا إن هم إذا كان بابانا بيخاف، إحنا مش هنخاف، فبيبقوا بيتعاملوا على الأساس ده، خاصةً لمّا يكونوا أطفال ما عندهمش الوعي أو الإدراك الكافي، لكن مش معنى كده إن أنا أخبّي أو أخفي خوفي بشكل كلّي، لأ، أنا هاواجهه، هاعترف إن أنا خايف وإن أنا مش قادر أتحمّل لوحدي وإن أنا محتاج مساعدة، هاعترف بكل المشاعر اللي أنا حاسسها أيًا كانت هي إيه، من ضمنها الخوف بيكوّن مشاعر تانية حواليه، أنا خايف معناه إن أنا مش قادر أكمّل لوحدي، مش قادر آخُد قرار لوحدي، مش عارف أفكّر لوحدي، أنا بابقى محتاج حد يطمّن خوفي ده. فأنا أدوّر على الشخص اللي يستحق إن هو يتحط في المكانة دي وأعبّر له وأعترف له بخوفي علشان يساعدني، لكن ما أروحش لأي حد وبس، لإن في ناس هتستخدم الخوف ده ضدي، هيعتبروه نقطة ضعف جوايا ويبدأوا إن هم يضغطوا عليها. طَب أنا إزاي ما اسمحش لحد إن هو يضغط عليها؟ بإن أنا ما اخلّيش خوفي ده نقطة ضعف، أنا أيوه خايف لكن عادي، أنا خوفي ده مش نقطة ضعف، أنت مش هتقدر مثلًا تضغط عليَّ بيه، أنت بتخاف، أنت مش هتهدّدني، أيوه أنا فعلًا باخاف من الحاجة دي، لكن عادي، ده خوف طبيعي، ما كلنا بنخاف من حاجة، في حاجة في حياة كل شخص بيخاف منها، في شخص بيبقى قوي جدًا وبيواجه أي حاجة أو كارثة في حياته، وبيخاف من حاجة تافهة جدًا زي مثلًا إن هو بيخاف من النمل. فاللي هو ده نوع من الخوف. طب دي حاجة تافهة، هو بيواجه مشاكل، عنده استعداد إن هو يشوف إن هو يتقتل أو إن هو يشوف أفلام رعب، يشوف حاجات مرعبة جدًا، بس بيخاف من النمل، اللي هو الحاجة اللي هي البسيطة اللي مش هتأذيه أوي. فالخوف حاجة طبيعية كلنا بنمُر بيها، لكن بأشكال مختلفة وصورة مختلفة. فأنا لازم أول حاجة أعملها إن أنا أعترف بالخوف ده. تاني حاجة ممكن تساعدني هي إن أنا خايف من المستقبل. إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي في المستقبل؟ التوقعات اللي ممكن تخطر على دماغي وتكون هي سبب خوفي، وأبدأ أشوف ليها حلول، بابدأ أدوّر لها على حلول. أنا خايف مثلًا من الفشل، فابدأ أحضّر نفسي للفشل ده. هل كده أنا باقول لنفسي إن أنا هابقى فاشل؟ لأ، أنا بس باش ب باعالج المشاعر اللي أنا متوقع إن هي ممكن تحصل لي أو خايف إن هي تحصل لي، فباجهّز نفسي ليها علشان لا قدّر الله لو حصلت
أبقى أنا عارف أسوأ التوقعات، أنا خلاص أنا كنت مجهّز نفسي، كنت متوقع الحاجة دي، فأنا بابدأ أشوف أسوأ توقُّع ممكن يمُر عليَّ في حياتي بسبب الخوف ده، أو الحاجة اللي أنا متخوّف منها، وأكتر حاجة ممكن تكون يعني مش هاشوف أسوأ منها وأتوقعها. أنا خايف أفقد الناس اللي غالية عليَّ في حياتي، فاشوف أكتر حد أنا هابقى متأثّر لو فقدته، وأتوقع إن أنا فقدته، وأبدأ يعني أقول لنفسي إن أنا المشاعر دي هاعيشها فترة وهتعدّي. أبدأ إن أنا أعالج المشكلة، أنا باتوقّع الحاجة اللي هي الأسوأ علشان أعالج خوفي. أنا طبعًا في العادي المفروض ما اتوقّعش أسوأ حاجة، أنا باتوقّع الأحسن طول الوقت، باتوقّع الأفضل، باخلّي ثقتي وظني في ربنا أكبر من كده، وبابقى متوقّع إن هو اللي هييجي لي خير مش حاجة وحشة. لكن ما دام أنا خايف فأنا لازم أواجه خوفي وأساعد إن أنا أساعد نفسي إن أنا أتخلّص منّه. فهاتخلّص منّه إزاي؟ إن أنا أتوقّع الأسوأ وبعدين أعالج التوقُّع ده، هو ما حصلش بس أنا هاعالجه. أنت متوقع إن أنت هتخسر شركتك، هتخسر فلوسك، تمام، أنا خسرت فلوسي، طب أنا متوقع حاجة زي دي، هابدأ إن أنا أحوّش عشان لو لا قدّر الله اتحطيت في موقف زي ده، يبقى معايا فلوس تنفعني في الوقت ده. فابدأ أحط بعد ما أتوقع الحاجة المشكلة، أبدأ أحط ليها حلول وأوجد ليها حلول حتى لو ما لهاش، علشان لو حصلت أو لو أنا ما حصلتش أبقى أنا جاهز ليها، عارف المشاعر اللي أنا هامُر بيها، قادر إن أنا أواجهها لمّا أتحط في الموقف. ده لو أساسًا اتحطيت فيه وما كانش مجرد خوف على الفاضي. طول ما أنا خايف لازم أخطط، لازم أحط خطط صغيرة تساعدني إن أنا أتخطى الخوف ده، أقدر أواجه بمعنى أصح. يعني إيه؟ أنا لو خايف إن أنا أفشل، فأحط خطوات أو خطة معينة ما تخلّينيش أفشل. إيه توقعاتي للفشل، أو إيه الأسباب اللي ممكن تخلّيني أفشل وإزاي أعالجها، وأبدأ أحط خطة أشتغل عليها علشان ما أوصلش للمرحلة دي. طب أنا لمّا أحط خطة ده هيساعدني في إيه؟ هيساعدني إن أنا أحوّل طاقة الخوف اللي جوايا لطاقة تخلّيني أشتغل أكتر وأسعى أكتر علشان ما أفشلش. طب أنا خايف أفقد حد عزيز عليّا، خايفة أفتقده، مش أفقده، أنا خايفة أفتقده. طيب إيه الحل؟ إن أنا أقضّي وقت كبير مع الشخص ده علشان زي ما إحنا بنقول بالمعنى العام أشبع من الشخص، اللي هو أنا مثلًا حتى لو مش هافقده اللي هو الفقد بالموت أو الفراق، لأ، أنا هافقد شخص بإن هو هيسافر وهيعيش بعيد عني، فأنا هابقى عايزة أشوف الشخص ده تاني. مثلًا الشخص ده أيًا كان هو مين، أخويا الكبير، بابايا، مامتي، أنا هاسافر وهاسيبهم، فأنا هابقى حاسة إن أنا هابقى خايفة من غيرهم، أنا باتطمن في وجودهم، مش هاعرف أعيش من غيرهم. طيب أنا إيه الحل؟ إن أنا أقضّي معاهم أطول وقت ممكن، علشان لمّا أسافر أحس إن أنا معاهم أوي، أنا حاسة إن هُم كانوا معايا من كتر ما هُم محاوطينّي، أكلمهم طول الوقت. الخطة إن أنا باخاف وأنا لوحدي مثلًا، فأنا مش عايزة أبقى لوحدي، أنا عايزة طول الوقت أحس إن أنا مامتي واخواتي معايا وحواليّا. فالحل إن أنا لمّا أسافر أنا أكلمهم كل شوية. فاحط خطه لنفسي ان انا لازم كل ساعه اكلمهم، كل ساعه اكلم حد فيهم، اكلمهم فيديو كول. لازم أنا اوجد حل، ده هيساعدني ان انا ايه، بدل ما وكنت خايف، لا انا حولت الخوف ده لحل او حاجه هتساعدني ان انا مش هفشل، انا مش هواجه المشكله دي اساسا، لان انا اصلا بعالجها بشكل بطيء علشان هي لسه ما حصلتش، بس قبل ما تحصل انا بعالج المشكله. ده هيخلّيني أتخطى خوفي أصلًا، في نفس الوقت هيساعدني إن أنا أسعى وأتطوّر بشكل أكبر. ممكن اللي أنا كنت هاحققه في أسبوع بسبب الخوف ده، خلّاني أحققه إيه، في يوم، علشان خلّاني أتطوّر بشكل أسرع وأساعد نفسي بشكل إيه، بشكل أكبر. لازم كمان أعمل تمارين عملية لنفسي، طول الوقت أمرّن نفسي إن أنا أتخلّص من الخوف. طب إزاي هاعمل ده؟ هاجيب ورقة وقلم أو note صغيّرة وكل يوم هاكتب حاجة بتخوّفني. ممكن أكون باخاف من حاجة واحدة وممكن أكون باخاف من أكتر من حاجة. ممكن أكون مثلًا باخاف ما كنتش متوقع إن أنا باخاف من حاجة، بس في موقف مرّيت بيه النهارده أكد لي إن أنا باخاف من الحاجة دي، كنت خايف فيه. فكل يوم أكتب حاجة حسستني بالخوف، حتى لو ما كنتش باخاف منها بشكل دائم، بس أنا حسيت إن أنا خايف في الموقف ده، فأبدأ إن أنا أكتبه. طيب أنا كتبت الموقف ده اللي أنا خُفت فيه رغم إن نفس الموقف حصل معايا قبل كده أو ممكن يحصل معايا بعد كده وما أخافش، لكن أنا في اللحظة دي كنت خايف. أحط خطة تساعدني أتخطى أو أتخلّص من الخوف ده. خطة بسيطة جدًا، حتى لو كان تمرين إن أنا أقعد أتكلم مع نفسي 3 دقايق بس، إن أنا أفرّغ ذهني لمدة دقيقة واحدة. ده هيساعدني إن أنا إيه، باعالج الإحساس اللي أنا حسيته، باتخلّص منه، باطرده من جوايا، علشان ده إحساس سلبي هيعرقلني وهيعرقل حياتي. فأنا باتخلّص منه بأيًا كانت بقى الطريقة اللي أنا هاشوفها مناسبة للتخلُّص، أو الخطة اللي أنا هاشوف إن أنا لو مشيت عليها هاتخلّص فعلًا من الشعور ده. تاني طريقة معايا إن أنا أمرّن نفسي للتخلُّص من الخوف، هي إن أنا أشارك خوفي مع حد باثق فيه جدًا، وأطلب منّه حلول أو مساعدة للتخلُّص من خوفي. أنا مش عارف أحُط خطة لنفسي، مش عارف أفكّر بشكل كويس للتخلُّص من خوفي ده، لإن الإحساس مسيطر عليّا. فأنا هاشوف حد باثق فيه وأطلب منّه حل، أو أطلب منّه مساعدة إن هو يمرّني أتخلّص من الخوف ده.
لازم أكون عارف طول الوقت إن الخوف حاجة طبيعية جدًا، شعور طبيعي كلنا بنحسه، هو مش عدو لينا، ومش حاجة عايزة توقّعنا أو تضعفنا، لأ إحنا اللي بنختار إن هي توقّعنا أو تضعفنا. إحنا لو اتحكمنا فيها أو حاولنا إن إحنا نعالجها، هنلاقي إن إحنا اللي بنسيطر عليها مش العكس. هنلاقي إن إحنا قادرين من خلال الخوف ده نتطور ونحقق إنجازات أكبر من اللي كنا نتوقعها، وبدل ما كنا خايفين نفشل، بقينا بننجح أكتر وأسرع من الأول. بس كل الفكرة إن أنا لازم أعرفه وأفهمه وأفهم إيه سببه وإيه المصدر بتاعه وجالي ليه وليه حسيته، علشان فعلًا أقدر أحط له خطة وأعالجه. لازم دايمًا نفتكر إن الخوف مش معناه إن إحنا حاجة بنخاف منها وبس، لأ إحنا لازم نعترف إن إحنا مش خايفين من حاجة، بس في مشكلة صغيرة بتواجهنا أو شعور سلبي أنا محتاجة أتخلّص منه، محتاج أعرف أتعامل معاه إزاي صح، وأجرّب أكتر من طريقة علشان أتخلّص من الشعور. أنا عارفة إن إحنا بنبقى خايفين، لكن أنا لو اتعاملت مع الخوف ده على إنه مجرّد شعور زي الحزن، أكيد مش بنفضل زعلانين طول العمر، فكذلك مش هنفضل خايفين طول العمر، في وقت هاخاف فيه وفي وقت مش هابقى خايف فيه. فأنا لمّا أتعامل مع الخوف ده إنه مجرّد شعور ليه وقت معيّن والوقت ده مش هيطوّل وأنا مش هاسمح لنفسي إن هو يطوّل، هالاقي تلقائيًا أنا باتجاهله، فبيتلاشى من جوّايا وشخصيتي بتبدأ إن هي تنضج وتكون أقوى. ومع الوقت هالاقي نفسي مش باخاف من حاجة، وحتى لو في حاجة خوّفتني أنا قادرة إن أنا أواجهها فعلًا وما أخلّيهاش تسيطر عليَّ ولا أستسلم ليها. دي كانت محاضرة النهارده، أتمنى إن هي تكون مفيدة بالنسبة لكم، تقدروا تتخلّصوا من أي حاجة بتخافوا منها. آآ مش شرط تكون الحاجات اللي بتخافوا منها كبيرة، ومش شرط كمان تكون صغيرة، أي حاجة تقدروا تتعاملوا معاها أيًا كانت هي إيه. ما تخافوش إن أنتم تواجهوا أي حد بأي حاجة حتى لو كنتم أنتم الغلطانين. ما تخافوش من المواجهة بشكل عام، ما تخافوش من المحاولات الفاشلة حتى لو كانت فاشلة، بس يكفي إن إحنا نحاول. زي ما إحنا بنقول يكفينا شرف المحاولة. مجرد إن أنا حاولت أنا كده عملت إنجاز ونجحت قدّام نفسي، لإني ما استسلمتش للخوف اللي بيقول لي ما تحاولش لإنك هتفشل. لأ أنا حاولت وراضية بالفشل، لإن كان ممكن لو ما حاولتش أندم إن أنا أصلًا ما جرّبتش، كان ممكن أنجح. دي كانت محاضرة النهارده، وأتمنى إنكم تقدروا إن أنتم تحلّوا كل المشاكل اللي بتواجهوها في حياتكم، ما تخافوش من حاجة أبدًا. نتقابل إن شاء الله في محاضرة جديدة من كبسولة وعي.